السلام عليكم. فاش كتشوف خريطة المغرب اليوم، أول سؤال كيطيح في البال: علاش اسبانيا مازال محتلة جزر وصخور لاصقة في التراب المغربي بحال صخرة باديس والجزر الجعفرية؟ وعلاش الحدود الشرقية للمغرب ترسمات بهذه الطريقة وضعوا منا مناطق شاسعة في الصحراء الشرقية بحال تندوف وبشار؟ واش السبب كان قوة الاستعمار بوحدو، ولا كاين أخطاء سياسية، حسابات خاطئة وحسن نية تفرطت في لحظات مفصلية من التاريخ؟ اليوم غادي نفكروا الحقيقة التاريخية الباردة وراء كيفاش تقتطعت وتوزعت أراضي الإمبراطورية الشريفة عبر القرون. عطينا تركيز ونبداو القصة من الأول. نبداو بالثغور الشمالية والجزر. الأغلبية كيسحب ليهم بلي هاد الصخور احتلهم الإسبان في فترة الحماية، ولكن الحقيقة أن السيطرة عليهم بدات في القرن 15 و 16 بسبب جوج العوامل: الصراعات الداخلية وإهمال بناء أسطول بحري قوي. في سنة 1554 السلطان أبو حسون الوطاسي اللي كان كيحاول يسترجع فاس من السعديين استعان بالعثمانيين في الجزائر، ومقابل هذا الدعم العسكري سلم لهم صخرة باديس باش تكون قاعدة بحرية. العثمانيون استغلوا الصخرة للهجوم على السفن الإسبانية في جبل طارق. شنو كانت النتيجة؟ في سنة 1564 ملك إسبانيا فيليب الثاني جهز أسطول ضخم هجم على الصخرة وقضى على الوجود العثماني في باديس واحتلها بشكل كامل إلى يومنا هذا. سبدا طاحت في يد البرتغال سنة 1415 بسبب تراجع الدولة المارينية، وانتقلت لإسبانيا سنة 1580. السلطان مولاي اسماعيل في القرن 17 فرض عليها حصار شهير دام 33 سنة، ولكن غياب أسطول بحري مغربي قادر يحاصرها من البحر خلى الإسبان يزودوا المدينة بالمؤن براحة، وتأجل الملف حتى الواقع اللي فرضته موازين القوى. في القرن 19 وقعت مناوشات في حدود مليليا بين قبائل الريف والجيش الإسباني. المغرب دخل حرب غير متكافئة في معركة تطوان سنة 1859. الخسارة في هذه الحرب فرضت على المغرب معاهدة ودراس سنة 1860 اللي فرغات الخزينة بغرامات مالية ضخمة، وفرضت توسيع حدود سبتة ومليلية بالقوة القانونية. إلا كانت الجزر الشمالية ضاعت بسبب الاستعمار المباشر والصراعات البحرية، فالصحراء الشرقية ضاعت بسبب غموض المعاهدات وحسن النية السياسية. إطار الشهامة والتضامن الإفريقي قدم السلطان مولاي عبد الرحمن الدعم العسكري والمالي للأمير عبد القادر الجزائري في المقاومة ديالو فرنسا. النتيجة: فرنسا هجمت المغرب وهزمت الجيش المغربي في معركة إسلي الشهيرة سنة 1844. هذه الهزيمة فرضت على المغرب توقيع معاهدات لاله مغنية سنة 1845 لترسيم الحدود. والخطأ الفادح اللي وقع في المعاهدة هو أن الحدود ترسمات بدقة من البحر الأبيض المتوسط فقط حتى لثنية الساسي في الشمال، أما الأراضي الصحراوية الممتدة جنوبا فخلاها النص غامضة تحت بن أرض رعي وفلاحة شائعة بين القبائل. فرنسا استغلت هذا الغموض، وحيث كانت كتعتبر الجزائر أرض فرنسية أبدية عكس المغرب اللي كان مجرد محمية، بدات الإدارة الفرنسية بين 1900 و 1934 كتقتطع الواحات والمدن كتوات وبشار وتندوف وكتضمها للصحراء الجزائرية لتكبير رقعة الجزائر الفرنسية. في أواخر الخمسينيات وأثناء حرب التحرير الجزائرية، فرنسا عرفت باللي استقلال الجزائر قريب، وعرضت على الملك محمد الخامس الله يرحمه تسوية الحدود وإعادة الأراضي المقتطعة مقابل قطع الدعم على الثوار الجزائريين. الملك محمد الخامس رفض العرض الفرنسي واعتبره طعنة في ظهر الجيران. فوض مباشرة مع رئيس الحكومة الجزائرية المؤقتة فرحات عباس، وقعوا اتفاق في 6 يوليوز 1961 كيقضي بفتح ملف الحدود وحسمه أخويا فور استقلال الجزائر. ولكن بعد سنة 1962 تغيرت القيادة في الجزائر ودخلت على الاتفاق الشفهي وتمسكت بمبدأ احترام الحدود الموروثة عن الاستعمار اللي تبنته منظمة الوحدة الإفريقية في 1963. هذا الشيء ادى إلى اندلاع حرب الرمال سنة 1961 واستمرار النزاع إلى يومنا هذا. الخلاصة اللي كنتعلموها من التاريخ: السياسة الدولية ما فيهاش مكان لحسن النية. التعامل بلغة العاطفة والشهامة أمام دول كتعامل بالواقعية السياسية كيكلف الغالي في جغرافيات الأوطان. القوة البحرية والتطور العسكري، إهمال أسطول البحري في الماضي هو اللي خلى الصخور والجزر كتضيع.
هذا الشيء اللي كيشرح علاش المغرب اليوم كيركز على تحديث سلاحه والتفوق التكنولوجي لتفادي تكرار التاريخ. التاريخ ماشي باش نبكيو على الماضي، ولكن باش نفهموا كيفاش كيدار القرار الاستراتيجي اليوم لحماية أمن وسيادة البلاد. إلا عجبك التحليل ما تنساش دير لايك، تشترك في القناة وتخلي لنا رأيك في التعليقات. تهلاو.